السلام عليكم، انا ريتال. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وشير علشان كل الناس تستفيد. النهارده هنعمل اصابع الجلاش بالكنافه بالمكسرات، حاجه كده رمضان على الابواب. كل سنه وانتم طيبين ويعودوا علينا بخير يا رب. ازاي هقول لكم ازاي كمان تطلعوه زي احسن من بتاع المحلات، ولون ذهبي وتسويه ناجحه 100% زي ما انتم شايفين كده بالظبط. مش هتختلف اي حاجه، وهقول لكم ادق التفاصيل اللي تطلع معاكم التسوية مظبوطة 100%. واللون دهبي زي ما انتم شايفين كده، والحشوة كمان الجلاش بتاعنا دايب ومقرمش في نفس الوقت. حاجة كده تحفة. بصي يا ست الكل، اول حاجة هنا معايا ربع كيلو من الكنافة. هبتدي ان انا اكسره ربع كيلو من الكنافة المتفرزة. لو عندك الكنافة يعني لسه طازة ممكن تقصيها بالمقص، بس المتفرزة بتسهل عليكي عملية ان انتي تقطعها تتكسر معاكي على طول. ممكن لو انتي مش حابة ان انتي تكسري بايديك تحطها في الكبة، بس انا مش عايزة الكنافة بتاعتي يعني ناعمة زيادة عن اللازم. انا عايزاها تبقى ايه، يعني متكسرة كده، باينة معايا الكنافة. انما الكبة ممكن ان هي تنعمها، وانا مش عايزاها ناعمة قوي. بعد ما بتتكسر معايا كده يا ست الكل، بنزل عليها بربع كوباية من السكر البودر. ولو مش حابة تحط سكر بودر ممكن تحطي 3 معالق كبار من العسل او السيرم التقيل او الشربات التقيل. بعد كده بتنزلي ب3 معالق من جوز الهند، وربع كوباية من الفول السوداني المجروش او نص كوباية حسب الرغبة. انا نزلت هنا بالسكر، وهنزل كمان بنص كوباية من السمنة المذابة. الوصفة بتاعتنا المقادير المظبوطة هسيبها لكم في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية علشان الناس اللي بتحب تشتغل بالجرام. طبعا بعد ما بقلب الكنافة في السكر، بنزل عليها بنص كوباية من الزبدة او السمنة المذابة، واقلبها كويس جدا لغاية ما بتشرب، و3 معالق من جوز الهند. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي، وهنا انا استخدمت لفة جلاش. عندك في الفريزر استخدميها، عندك طازة برضك مفيش مشكلة. انا هنا دهنت بالنشا علشان طبعا تبقى سهله معايا لما اجي الف ورقه الجلاش. النشا بتاع يعني الورقه ما تبقاش لازقه كده او ثابته. النشا بتنعم تحت ورقه الجلاش، بتسهل عليا عمليه اللف. باخد هنا الكنافه بتاعتي وبحاول ان انا اكبسها كويس علشان طبعا ما تبقاش مهويه، ان يبقى في صابع في الصابع كده في فراغات. بحاول ان انا اظبط على قد ما اقدر علشان الصوابع بتاعتي تطلع موحدة. بدهن اول ورقة، تاني ورقة ما بدهنهاش لان طبعا بيبقى فيها حشوة الكنافة. وبحاول كده وانا ببرم الصابع، بحاول ان انا اكبس كده جامد علشان الصابع بتاعي يطلع مبروم، مش مهوي من اي حتة، علشان يطلع معايا مظبوط 100%. ويطلع بصي الجلاش بتاعك مظبوط. طبعا انا حسيت ان الصينية بتاعتي الصابع كده مش واخد حريته، فهغير الصينية دلوقتي معاكم. تاني ورقة لو ظهرت قدامك والورقة مقطوعة ما تخافيش يا ست الكل، عندنا كل العلاجات وكل حاجة. هنجيب ورقة تانية وهنبتدي نحطها، وهنعدل الورقة بتاعتنا دلوقتي ومش هيبقى في اي مشاكل. وهنجيب الكنافة بتاعتنا ونكبسها بنفس الطريقة. تقدري هنا لو انت مش حابة تحطي مكسرات في الكنافة بتاعتك مفيش مشكلة، تقدري ان انت تكتفي بالسكر. بس السكر هنا بيساعد على كرملة الكنافة من جوه، ان هو يديها اللون الذهبي وتبقى متماسكة معاكي كده. مش اللي هي تبقى الصابع يبقى السكر بيخلي الصابع بتاع الكنافة كده، يعني حشوة الكنافة من جوه متكرملة ومسكرة كمان، وكمان بتبقى متماسكة. وتبقى كده ايه، السكر بيديها حته تماسك كده. لما تيجي تقطعي صابع الكنافه ما تحسيش ان هو طري مفرول معاكي كده، لا، بيخليها متماسكه معاكي شويه. وطبعا زي ما اتفقنا انا هسيب لكم المقادير بالجرام والكوبايه في صندوق الوصف، واللي مش عارف صندوق الوصف يضغط على كلمه المزيد وهينزل ويلاقي صندوق الوصف، هيلاقي المقادير كلها بكل التفاصيل بالجرام والكوباية للبنات اللي بتحب المقادير مظبوطة 100%. انا هنا استخدمت هي لفة جلاش 500 جرام، استخدمت كمان 250 جرام من الكنافة، استخدمت كمان هنا كوباية سمنة، استخدمت نصها على الكنافة والنص التاني اللي دهنت بيه الجلاش بتاعنا.
من وقت للتاني بحط رشة من النشا كده علشان تسهل عليا عملية برم الجلاش معايا وانا ببرمه كده. وبلف الصوابع بتاعتي زي ما اتفقنا. انا قلت لكم ان الصينيه طلعت صغيره، فبدلت الصينيه بصينيه تانية. هحاول بقى ان انا اظبط الجلاش بتاعتي كده، واسيب مسافه بين كل صابع وصابع علشان يستوي من الجناب، ما ياخدش بس ايه اللون الذهبي من فوق ومن تحت. لا، انا عايزه الجلاش بتاعي يبقى واخد نفس التكنيك ونفس التفصيله، ان هو يبقى كله شكل واحد. طبعا بعد ما بخلص خالص بحاول ان انا اسويهم بايديا كده، واسيب فراغات بين كل صابع وصابع علشان الزبدة تبتدي تنزل بين الصوابع كده علشان تاخد لون موحد، اللون الذهبي. وطبعا قبل ما بشتغل ببقى مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق. وهنا هبتدي ان انا اقطعه. انا هنا هقطعه على 3، ممكن انت تقطعيها على 4، مفيش مشكلة، او حسب التقطيعة اللي انت حباها. انا هنا هقطع الصابع بتاع الجلاش على 3، ممكن تقطعيها على 4، وممكن تصغري القطع حسب رغبتك وحسب احتياجك. وبين كل صابع وصابع بحاول كده ان انا اعمل فراغ علشان الزبدة بتاعتي تخش في الجوانب. هنا طبعا خلصت تقطيع. هبتدي بقى ايه ان انا ادهن بالزبدة بتاعتي. طبعا بعد ما بخلص خالص بيكون الفرن بتاعي جاهز قبلها ب10 دقايق. مولعة الفرن بتاعي، هبتدي احط الجلاش بتاعي لدرجة حرارة 200، ياخد لون من تحت. واول ما ياخد لون من تحت هتحس ان هو ايه ابتدى يصفر من فوق كده وياخد سنة صفار بسيطة. اشغل عليه الشواية، وبين وقت والتاني كل دقيقتين 3 احاول ان انا اقلبه علشان ياخد لون موحد، علشان طبعا ما تبقاش فيه حتة غامقة وحتة فاتحة. وطبعا في الاول وفي الاخر درجة حرارة الفرن بترجع لكل فرن واحد. يعني انت عارفة درجة حرارة الفرن بتاعتك، فانت هتظبطي درجة الحرارة بتاعتك. طبعا انا بحاول ان انا ادهن الزبدة، وبحاول ان انا انزلها وسط الجوانب كده علشان تشوفوا الجلاش بتاعك يطلع معاكي مظبوط. بعد ما بدخله الفرن بقى بعمل هنا السيرم بتاعنا. والسيرم بتاعنا معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم عصير نص ليمونة، عليهم باكيت فانيليا. كل ده هقلبه على البارد. هنزل بعصير نص ليمونة، وهنزل كمان بباكت من الفانيليا، وهقلبهم على البارد. هرفعهم على النار لمدة 8 دقايق. بعد ال8 دقايق طبعا بننزلهم من على النار، ما ينفعش. وهنا هنزل بمعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهنا المعلقة دي حوالي 50 جرام. متواجد عندك حطيه، مش متواجد عندك ما تحطوش. بس هنا العسل الجلوكوز يعني حلو معانا في ايه؟ بيدي لمعة للحلويات، بيخلي الحلويات بتاعتنا السكر بتاعنا ما يسكرش، بيخليه كمان مقرمش وحلو جدا. وهنا علشان تسقي الجلاش بتاعك، لا الجلاش يكون سخن لا السيرم يكون سخن، يعني حاجة من الاتنين. ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين. لو نزلتي مثلا السيرم بتاعك سخن والجلاش سخن هتبص تلاقيه بقى زي العجينة معاكي وطري معاكي. لا، هنا احنا الجلاش بتاعنا كان سخن والسيرم بتاعنا كان بارد، وزي ما انتوا شايفين كده واخد لون تحفة ما شاء الله. شايفين الكنافة من جوه ومن بره؟ بجد مش محتاج كلام، بجد مش محتاج اي كلام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك.